بتبدأ أحداث فيلمنا النهاردة بحادثة على الطريق، وفي بنت اسمها تيسا كانت مصابة وحالتها خطيرة جدا، وصديقها فاقد الوعي على جنب الطريق هو كمان. بس قبل ما نبدأ أحداث فيلمنا تعالوا بينا نصلي على سيدنا النبي ونعمل لايك وشير واشتراك في القناة، وكمان يا حلوين فعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم منا كل جديد بنقدمه. ويلا بينا نبدأ على طول. روح تيسا بتظهر له كانت واقفة في النص بين جسمها وإنها ترجع له تاني وتفوق، وبين زميلها اللي كانت عاوزة تساعده وهي أصلا مش مستوعبة اللي بيحصل. وساعتها روح زميلها بتظهر لها وبيمد لها إيده علشان تمشي معاه، بس فجأة بيسطع نور شديد وروحه بتختفي. وتيسا بتفوق في المستشفى وبتلاقي أهلها حواليها والدكتورة بتفحصها وهي مبسوطة إنها فاقت تاني ورجعت للحياة، وبتقول لها على حالتها. وبنعرف إن تيسا تعرضت لحادثة عربية خطيرة جدا واتصابت في قلبها، والدكاترة بيعملوا لها عملية تنقذ حياتها. وبنرجع قبل الحادثة ب6 شهور، بتصحى تيسا في يوم عادي جدا وبتجهز الكاميرا بتاعتها وبتخرج بسرعة من غير ما حتى تفطر. وتيسا كانت عاشقة للتصوير وكانت بتستغل كل فرصة إنها تروح أماكن جديدة وتصور صور مميزة وتسيب عليها توقيعها وبصمتها، بس اللي أمها بتستغرب له إنها عمرها ما أخدت ولا صورة ليهم. وكانت عارفة إن تيسا بتستخبى ورا الكاميرا، وكانت والدتها متضايقة جدا من كده، بس زوجها بيحاول يهديها وبيقول لها إنها محتاجة وقت علشان تتعود عليهم. وهنا بقى بنعرف إنهم مش أهل تيسا الحقيقيين، وتبنوها من سنة واحدة بس، والزوج كان مقتنع ان تيسا محتاجة وقت علشان تتأقلم وتكون على طبيعتها. بس زوجته كانت شايفة ان بمجرد ما وقعوا على اوراق تبنيها انهم كده بقوا ابوها وامها، ولازم تعاملهم على هذا الاساس، وانهم مش اشخاص غريبين عنها. وتيسا في الوقت ده كانت راحت الغابة لوحدها وبتصور شجرة مميزة جدا، وبعدها بتروح الشاطئ تصور بقايا الاشجار الميتة، وبتستغل فرصة ان ما كانش حد موجود في المنطقة، وبتطلع المنارة تصور من فوق. وقتها بتشوف ساب ماشي لوحده على الشاطئ فبتصوره، بس لما بتلاقي الصورة مش واضحة قوي علشان المسافة بعيدة بتستخدم عدسة أكبر، وساعتها بتاخد صورة أوضح. وبعدها بتروح السينما وبتدخل تتفرج لوحدها على فيلم جديد، بس وقتها بيجي الشاب اللي صورته على الشاطئ يتفرج هو كمان. ولما العرض بيبدأ تيسا بتتفاجئ إن مفيش ترجمة، فبتنادي على شيرمان موظف السينما علشان تسأله، بس ساعتها الشاب بيروح يقعد جنبها ويترجم لها هو، وبيقول لها إن أكيد بعتوا النسخة الغير مترجمة. ساعتها تيسا مش بتعرف تتفرج على الفيلم وكانت عاوزة تمشي وتسترد فلوسها، بس هو بيقنعها إنها تكمل الفيلم علشان تشوف النهاية. وتيسا فعلا بتكمل الفيلم وبتتعرف على ساكيلر، ولما بتسأله اتعلم فيرني فين، ساكيلر بيقول لها إن أبوه مدرس لغات أجنبية وأجبره إنه يتقن أكتر من لغة. سكيلر بقى بيلفت نظره الكاميرا اللي معاها وكان مبهور إنها بتحب التصوير. وبعد ما بتمشي تيسا بتفتكر إنها نسيت الجاكيت بتاعها في السينما، فبترجع تاخده، وساعتها بتلاقي الكاب الأحمر بتاع ساكيلر. وهنا بتعرف إن الشاب اللي صورته هو ماشي على الشاطئ من شوية. وفي الوقت الحاضر كانت تيسا في المستشفى لسه، وبتصحى على إن ساكيلر جنبها وبيصحيها علشان يخرجها من المستشفى. وتيسا بتخرج معاه ولأنها ما كانتش قادرة تتحرك هو بيشيلها وبيختفي في ممر مضيق جدا. ساعتها تيسا بتفوق بتلاقي نفسها على سريرها زي ما هو، وكانت بتحلم وكانت بتنادي باسم ساكيلر، والممرضة بتسمعها وبتقول لها إن ده اسم حلم الزيارة وده تعبير عن حزنها الشديد. وبتقول لها كمان إن دوريس لو عرفت هتبقى عاوزة تتكلم معاها وتعرف كل اللي شافته. ولما تيسا بتسألها مين دوريس دي، بتقول لها إنها مريضة عندهم بتكتب كتاب عن الحياة الأخرى وفاكرة إنها تعرف كتير عن بعد الموت. وبعدها بتسأل تيسا لو كانت فاكرة أي حاجة عن الحادثة، وتيسا بتنكر وفعلا ما كانتش فاكرة إيه اللي بيحصل. والممرضة بتشوف إن ده لصالحها وإنها الأحسن ما تحاولش تفتكر علشان تتخطى صدمتها، وبتسيب لها أغراضها اللي كانت معاها وقت الحادثة واللي كانت عبارة عن تليفونها وكاب سكايلر الأحمر وتذاكر. وفي الليلة دي تيسا من شدة حزنها بتقص شعرها لما بتسمع حد بيخبط على الباب، ولما بترجع تشوف مين مش بتلاقي أي حد. وفجأة تليفونها بيجيله رسالة من رقم مجهول، وكانت الرسالة صورة البيت اللي كان في الفيلم اللي شافته مع سكايلر وترجمه لها. وفجأة بتسمع صوت بيهمس لها وبيقول لها تتفرج هي وهو هيترجم لها. ساعتها تيسا بتخاف وما كانتش فاهمة هو ده بجد ولا هلاوس. وتاني يوم بتروح تقابل دوريس وتتكلم معاها يمكن هي اللي تفهمها إيه اللي بيحصل. ودوريس كانت عارفة من جاسمين الممرضة بحالة تيسا وقلبها المكسور
سور، وبتبدأ تكلمها عن التواصل بعد الموت واللي بتكتب كتاب عنه أصلا. ودوريس بتقول لها إن أوقات كتير بيكون حزننا على اللي فقدناهم زي المنارة بيجذب أرواحهم لينا وبيبعتوا لنا رسائل وإشارات علشان يطمنونا إنهم جنبنا. ودوريس بتقول لها إن روح صديقها عالقة في المنتصف ولسه ما انتقلتش للعالم الآخر بسبب حزنها عليه وتعلقها بيه، وإن أكيد في حاجة متعلقة بينهم كلام ما اتقالش أو أي مشاعر تانية الله أعلم. وبتنبهها إن روحه مش هتفضل كده كتير، كل الحكاية كم أسبوع وهيختفي تماما. وبتهديها كتابها علشان تفهم وتعرف تتواصل معاه وترد عليه ازاي وتفهم رسايله، بس تيسا بترفض تاخده وبتمشي لأنها بتفتكر إن دوريس مجنونة وما كانتش مصدقة كل اللي بتقوله ده. وقبل الحادثة ب100 يوم كانت تيسا في مدرستها وبتعرض على زمايلها في صف التصوير صورة برج الإرسال، ولما واحد من زمايلها بيتريق عليها وإنها قضت وقت طويل في الغابة علشان تاخد صورة لشجرة، تيسا بترد عليه وبتقول إنه ما عندوش نظر لأن دي مش شجرة وإنها برج إشارة معمول على هيئة شجرة. وبعدها صديقتها بتتفق معها على إنهم يروحوا في مهمة تصوير رياضي المرة دي، والصبح بيروحوا يشاركوا في مسابقة التجديف وتيسا هي اللي بتصور اللعيبة. ووقتها بتتفاجئ إن سكايلر واحد منهم فبتركز عليه طول السباق، وأول ما بيخلصوا هو اللي بيفوز بالسباق تيسا بتروح تهنيها على الفوز وبتبارك له. وسكايلر أول ما بيشوفها بيتفاجئ وبيفرح جدا لما بيلاقيها ظهرت فجأة وبتديله الكاب الأحمر بتاعه. بس لما مامته بتيجي وبتشوفها بتتعرف عليها من غير حتى ما تتكلم، لأن سكايلر من يوم ما شافها في السينما وهو ما بطلش كلام عليها لمامته، ومامته بتقول لها كده وإنه بيدور عليها على مواقع التواصل من يوم ما شافها. ساعتها بقى سكايلر كان عاوز الأرض تتشق وتبلعه علشان مامته قالت كل الكلام ده يعني وكسفته، وبيخليها ترجع هي البيت وبيستنى مع تيسا علشان يوصلها. وتاني يوم سكايلر بيخلي تيسا توريه الفندق المهجور اللي بتصور فيه علشان يشوفوا بعينيها وزي ما بتصوروا بالكاميرا. بس وهم في الطريق بتاخد بالها من ميدالية في العربية وفيها صورته وبتفتكرها صورته مع حبيبته القديمة، بس سكايلر بيقول لها انها صورة ابوه وامه وهم في سنهم. بس بعد ما تيسا بترجع البيت كانت منهارة وبتبكي لانها كانت بدأت تحبه في الوقت القصير ده، وكانت خايفة من احساسها ده وانها هتحبه بجد وهو مسافر اصلا علشان دراسته ومش هيكون موجود طول الوقت. في الوقت الحاضر كانت تيسا تعافت وده اول يوم ليها في المدرسة بعد الحادثة، وصديقتها بتروح توصلها. وساعتها تيسا بتنهار وبتقول لها على الرسالة اللي جات لها من رقم سكايلر من كام يوم وهو أصلا ميت، وإنها لما سألت شركة الاتصالات قالوا لها إن ممكن تكون الرسالة مبعوثة من زمان بس لسه واصلة لك دلوقتي. ساعتها فيكي بتحاول تهديها شوية وبتوصلها المدرسة، وأول ما المدرسة بتاعتها بتقابلها بتواسيها وبتنصحها إنها تستخدم ألمها وحزنها وتوجهه من خلال الكاميرا علشان تعمل أعمال فنية عظيمة، بما إن معاناة الفنانين وحزنهم هي اللي بتوصلهم لأعمال مميزة. بس تيسا مش بتتقبل كلامها وبتمشي، وبعد المدرسة بتروح كل الأماكن اللي اتعودت تروحها مع سكايلر، وفي آخر يوم بترجع البيت وبتجمع كل أدوات التصوير والتحميض في صندوق وبتتخلص منه. ولما أبوها بيشوفها بيتخانق معاها علشان بتتخلى عن نفسها وحلمها بكل سهولة كده علشان محنة مرت بيها، وبيقول لها إن مش معنى إن حصل أزمة إنك تستسلمي وترمي حلمك. وكعادة تيسا بتطلع أوضتها وبتقفل على نفسها وبتفتكر في سكايلر وذكرياته معاها، ولما بتنام بتكمل حلمها وإن سكايلر أخدها المكان ساحر كان فيه القمر بحجم ضخم وفيه أنوار جميلة جدا في السماء. ومرة واحدة بيقول لها إنه لسه هنا وبيمشي علشان يعبر من الباب بس هي بتنادى عليه، وساعتها بتصحى من نومها وبتسمع صوت الكاميرا في غرفة التحميض شغالة، فبتستغرب وبتدخل تشوفها اشتغلت ازاي. وأول ما بتدخل الكاميرا بتومض وبتاخد صورة، وتيسا بتجري تجيب الصندوق اللي كانت اتخلصت منه علشان تحمض الصورة، وساعتها بتلاقي بوستر الفيلم اللي شافته مع سكايلر أول مرة، فبتفهم إنه موجود وإنه بيحاول يتواصل معها فعلا. ساعتها بتصور إيديها، ولما بتحمض الصورة بتلاقي إيد سكايلر ماسكة إيديها، وهنا بتتأكد إن دوريس كان عندها حق، فبتجري على المستشفى علشان تفهم منها أكتر تعمل إيه ولا تتواصل معها إزاي، بس للأسف مش بتلاقيها. وجاسمين بتقول لها إنها خرجت، بس الظاهر كده إنها ما كانتش مجنونة في الآخر زي ما الناس كانوا بيقولوا عليها، لأنها كانت عارفة إن تيسا هترجع تدور عليها، وعشان كده سابت لها الكتاب بتاعها اللي سبق وتيسا كانت رفضت تاخده. وتيسا بترجع البيت تسهر على الكتاب وتقراه وتتفرج على كل فيديوهات دوريس عن العالم الآخر والتواصل مع الأرواح بعد الموت. وتيسا بتفتكر ذكرياتها مع سكايلر
وإنه الوحيد اللي شاف معمل التحميض وبيعجب جدا بصورها، وبيعتبر هو الوحيد اللي فهم صورة برج الإرسال من أول مرة وعارف المغزى منها وإن التكنولوجيا بتستغل بيئتنا الطبيعية. ساعتها تيسا بتهديه الصورة وبيقول لها إن الحاجة الوحيدة في صورها إنها بتكون موجودة فيها. وبعدها كانت تيسا بدأت إنها تتغير، والأول مرة تتكلم مع والدتها بالتبني وبتقول لها صباح الخير قبل ما تروح في رحلة. وسكايلر بياخدها في رحلة بالمركب وبيخليها هي اللي تجدف علشان تعرف هو بيشوف العالم ازاي من منظوره، وساعتها سكايلر بيعترف لها بحبه. وتيسا مش بتعرف حتى ترد عليه من صدمتها، وإنها اتعودت إن محدش يحبها أو يحاول إنه يحميها. حتى أمها تخلت عنها وتنزلت عنها واتنقلت بين دور الرعاية سنين. في الوقت الحاضر كانت تيسا في اختبار، وكان طبعا ممنوع استخدام التليفونات، وتيسا كده الظاهر كانت بتمتحن غصب عنها، وشانون هي اللي أقنعتها تشارك في الاختبار ده علشان القبول في جامعة الفنون وتكمل دراسة في مجال التصوير. وتيسا مرة واحدة بتلاقي القلم بيتحرك لوحده على الديسك، ولما بتمسكه بتفقد السيطرة على ايديها زي ما يكون حد تاني اللي بيتحكم فيها، وبترسم خط متعرج وبتفتكر انها اي شخبطة وان اعصاب ايديها فيها حاجة. وساعتها تليفونها بيرن والمراقبة لسه هتزعق لها، الا وكل تليفونات الحاضرين بترن في نفس اللحظة ومحدش كان عارف ايه اللي بيحصل. بس شانون هي اللي بتفهم ان ده كله علاقة بسكايلر. وقبل الحادثة ب 11 يوم تيسا كانت في معرض تصوير مع سكايلر لما بتتفاجئ انه عرض صورة برج الاتصالات، ومبسوط جدا علشان معروض ان حد يشتري الصورة ب10,000 دولار. وقتها تيسا بتتضايق وبتتخانق معاه وبتقوله ان الصورة دي كانت هدية ليه وانها مش عاوزة حد يشوف الصورة بتاعتها ابدا. سكايلر بيديها الصورة تاني وبيعتذر لها، بس بيعرفها انه حابب يساعدها علشان تقدر تحصل على منحة وتدرس في نفس الجامعة اللي هو رايح لها ويكونوا مع بعض. وبيعدي كام يوم والاتنين لسه متخانقين، ولما بتبعت له رسائل بتعرف منه انه والده رجع المدينة فجأة وانشغل معاه. وتيسا لأول مرة بتتقرب من فيكي وبتتكلم معاها كأنها أمها وبتصورها وبتعتذر لها عن الطريقة اللي عملتها بيها الفترة اللي فاتت. وفيكي بقى بتنصحها بإنها لازم تواجه مشاعرها وتعترف بيها، ومش معنى إنها عمرها ما حست بالأمان قبل كده إنها تخاف تعبر عن مشاعرها وتعيش حياتها. وفي يوم في الوقت الحاضر كانت شانون عايزة تساعد تيسا وبتحاول معاها إنهم يجربوا أكتر من طريقة علشان يتواصلوا مع روح سكايلر، بس فشلوا ومش بيشوفوه. وبعدها تيسا بترجع البيت وبتيجي نازلة من العربية بتلاقي الجي بي اس يشتغل لوحده وبيظهر على الشاشة خريطة وطريق معين، وبتاخد بالها إنه نفس الرسمة اللي رسمتها في الامتحان. وهنا بتعرف إن دي إشارة من سكايلر وبتكمل في الطريق ده علشان تعرف نهايته إيه. وتيسا بتسافر طول الليل لغاية ما بتوصل للنهاية وبتلاقي نفسها قدام بيت دوريس. ودوريس بقى بترحب بيها وبتعرفها ان سكايلر اتواصل معها علشان هي اقرب للموت، ووصتها بانها تتكلم مع تيسا لان اللي بقاله ايام وبيختفي من العالم ومش هتشوفه تاني ابدا. ساعتها تيسا بتعرف منها ان الحاجز بين العالمين بيكون اضعف في اكتر مكان كانت مبسوطه فيه وحاسه بالامان والحب، بس بتحذرها انها لو عبرت الحاجز بين العالمين ممكن ما تقدرش انها ترجع تاني. وقبل الحادثه ب5 ايام تيسا كانت قررت انها تعتذر لسكايلر عن خناقتها معاه وانها كبرت الموضوع، بس لما بتعرف انه يتنقل لمدينة إرغون علشان يعيش مع أبوه هناك بتزعل جدا لأنها اتقدمت لمدرسة الفنون في رود آيرلاند في أسبوع علشان تدرس هناك على اعتبار كلام سكايلر ليها وأنهم يكونوا في نفس المدينة. وساعتها سكايلر لما بيعرف المعلومة دي بيتعصب أكتر لأنها استنت لآخر وقت علشان تعرفه، وهنا بقى بيقول لها أنه مش هيقدر يتخلى عن أبوه الفترة دي وهيعيش معاه لأنه عيلته الوحيدة. وتيسا بتحس أنه يقصد بكلامه أنها مش فاهمة يعني إيه عيلة علشان هي عمرها ما كان لها عيلة حقيقية، فبتمشي وهي مقررة انها ما تشوفوش تاني ابدا لانها كل ما تقرب حد او تتعلق بيه بيختفي من حياتها. في الوقت الحاضر كانت شانون ساعدت تيسا ووفرت لها كاميرا جديدة علشان تصور بيها شبح سكايلر، فتيسا بتاخدها وبتروح في كل الاماكن اللي راحتها مع سكايلر وتصور نفسها ومش بتلاقيه في ولا مكان منهم. بس لما بتروح الفندق المهجور بتلاقي مرة واحدة في مراية اتوهجت، ولما بتقرب منها بتلاقي ان ده فعلا الحاجز بين العالمين، وسكايلر في الناحية التانية بيحاول يكسر الحاجز علشان يكون معاها، بس المراية بتتكسر وتيسا بتقع على الأرض وبتتفاجئ إن الشرطة جاية تدور عليها لأن أمها وأبوها بالتبني كانوا بيدوروا عليها طول اليوم وعرفوا مكانها من خلال تتبع الفيزا بتاعت فيكي اللي تيسا كانت أخدتها واستخدمتها أكتر من مرة.
ولما بيتخانقوا معاها كانت بتعرض نفسها للخطر وتخليهم يقلقوا عليها، وتيسا بتفقد الوعي وبينقلوها المستشفى بسرعة. وساعتها الدكتورة بتقول لهم إنها محتاجة عملية تانية في القلب لأن جرح البطن اتفتح تاني ولازم يعيدوا خياطته وتقوية الخيط. ساعتها تيسا بتنهار وما كانتش عاوزة أي عملية دلوقتي علشان سكايلر وقته بيخلص وهيتنقل للأبد ومش هتشوفه تاني، وهي كانت عاوزة تلحق تشوفه الأول. بس محدش بيسمع لها والدكتورة بتديها مهدئ ينيمها على ما يجي ميعاد العملية بكرة. وبالليل تيسا بتصحى على اتصال من شانون وبتطلب منها المساعدة وبتأكد لها إنها شافت سكايلر فعلا. ساعتها شانون بتروح لها وبتهربها من المستشفى بمساعدة سكايلر اللي بيفتح لهم الأسانسير بسرعة وبيقفل الباب قبل ما الحارس يمنعها. ساعتها بيروحوا العربية وروح سكايلر هي اللي بتتحكم في العربية وبتمشي بسرعة جدا ويعدي كل الإشارات المرور بأعجوبة من غير ما تحصل حادثة تانية، مع إن الطريق كله كان زحمة. وبتتفاجئ تيسا إنهم رجعوا لمكان الحادثة. ويوم الحادثة شانون بتروح لتيسا وتقنعها إنها لازم تودع سكايلر قبل ما يسافر لأنه ماشي الليلة وإن حياتها تستاهل إنها تحارب علشانها زي قبل كده. معرضت نفسها للخطر ونطت في النهر وعامت عكس الطيارة علشان تاخد صورة للجسر. دي بقى حياتها مش صورة، لازم تعمل كل اللي تقدر عليها علشان تحقق اللي هي عاوزاه. ساعتها تيسا بتروح لسكايلر وبتلحقه على الطريق. وتيسا في الوقت الحاضر لما بتوصل مكان الحادثة بتفقد الوعي وروحها بتشوف الماضي كأنه لسه بيحصل، وإنها اعتذرت لسكايلر واعترفت له إنها بتحبه. بس في اللحظة دي بتيجي عربية بسرعة كبيرة وبتخبطهم هما الاتنين وسكايلر بيموت. ساعتها تيسا بتشوف سكايلر وبيطلب منها إنها ما تحسش بالندم وبينتقل معاها لكل الأماكن اللي كانوا بيتمنوا إنهم يروحوها سوا. في الوقت اللي كانوا في المستشفى بيحاولوا إنهم يسعفوا تيسا ويرجعوها للحياة تاني، وكل اللحظات والأوقات اللي قضتها مع سكايلر في سعادة في كل الأماكن دي واللي كانت عمر بالنسبة لهم كانت مجرد دقايق وثواني في الوقت الحقيقي والدكاترة بيسعفوها. وتيسا وسكايلر بيتنقلوا لباريس وهم مبسوطين جدا وبيروحوا الشاطئ أول مكان شافته فيه، وبيقول لها إن اليوم ده كان أسوأ يوم في حياته لما عرف إن والدته ووالده هينفصلوا، بس بعد ما قابل تيسا في السينما ده بقى أسعد يوم في حياته. كل ده وهي شايفة وهي في المستشفى وهم بيحاولوا يسعفوها. وبتودع سكايلر وبترجع تاني للحياة وبعدها كل حياتها بتتغير. وفي عرض لأعمالها الفنية علشان تنضم لأحسن مدرسة فنون في البلد زي ما كان سكايلر نفسه إنها تدخلها. وتيسا بتعرض صورها في رحلتها للبحث عن روح سكايلر وبتقول إنها في الأول كانت بتحاول تصور الحاجات الغريبة مرئية، بس اللي اكتشفته في الفترة الأخيرة إنها صورت شبح، وإن كل واحد مننا عنده شبح في حياته ملازمه. الشبح ده بيكون أحلامنا اللي ما تحققتش أو ذكريات الطفولة أو شخص فقدناه ومش قادرين نتخطاه. وإنها كانت فاكرة إنها لما تتجاهل أشباحها ومخاوفها دي هتختفي، بس اكتشفت العكس، إنها كل ما تتجاهلها بتتمسك بيها أكتر وكمان بتسيطر على حياتها ومقدرتها في إنها تكمل حياتها بالشكل اللي كان نفسها فيه. وعرفت الحقيقة بالطريقة الصعبة لما فقدت حبها وخلاها كمان تكتشف إجابة السؤال وإنها لازم تتقبل معاناتها. وبكده بيكون خلص فيلمنا النهاردة. يا ريت يا حلوين ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير وكمان تفعلوا زرار الجرس علشان يوصل لكم منا كل جديد. وسلام.